بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه للنقابيين والحضور، تحيه للفرع الجامعي للمعاش والمواد الغذائيه وصناعه المواد الغذائيه والسياحه. تحيه ل 12 نقابه اللي اليوم مضربه تضامنا مع قيانهم في مصنع المشروبات بجهة صفاقس، ولبوا نداء الواجب دفاعا عن الاتحاد، دفاعا عن الحق النقابي. الأسباب شنو هي؟ الأسباب هي قديمة وتتجدد معناها كل يوم، ومثال للتعسف ومثال لضرب الحق النقابي والاعتداء على الحق النقابي لم نعشه إلا عند مهاجمة السلطات في عهد بورقيبة في 26 جانفي، وكذلك في عهد بن علي المخلوع في فترات سابقة، وكذلك في أحداث 85. في معمل الكوكا النزاع كان مهنيا، والنزاع كان صراع كان مطلبيا، وطلب العمال كان مشروعا. وعند التفاوض في بداياته لاحظنا عدم اقتناع صاحب المؤسسة بأنه العمل النقابي راهو مستقل، العمل النقابي ما يخضع لحتى سيطرة أي كان، العمل النقابي عنده قواعده، ورفض كل هذه الأشياء. فتعود أن يتصل بالإدارة ويطلب منها أنها تبعث وترسل له ما يريد، من يحب من النقابيين. فلما رفضنا نحن في جهة صفاقس هذه الممارسات وقلنا هناك قواعد نقابية واضحة، هناك قانون لابد من تطبيقه، فبالطبيعة أول عمل قام به هو التعسف على القيادة، على النقابة الأساسية اللي صعدوها العمال وانتخبوها العمال، وكانت لها الحق تتميز بفكر نقابي واضح، ولها من كذلك المبادئ والثوابت النقابية معناها ما يخليها تحترم نفسها. فرفض هذا التمشي، ورفض التعامل مع الاتحاد الجهوي، ورفض امضاء اي محضر جلسه واي اتفاق، وواصل في تعنته. وبالطبيعه عمل بمبدا قص الراس تيبس العروق. وفي بداياته أطرد جل أعضاء النقابة الأساسية، ثم بعد نعرفوا برنامجه، وبرنامجه كان واضح، هو أنه مش يستفرد في باله، يستفرد بالكاتب العام، المناورة بتاعه الكاتب العام ويطرده، وهذا ما تم. وعند التفاوض معه معناها في عدد طلب التفاوض معه في عديد الأوقات، في عديد المناسبات، رفض الحوار وساومنا بما يملكه من لا يمكن أن نقول من جاه ومن أموال الناس كل تعرف والنفوذ، وعلى أساس أن نقبل طرد الكاتب العام من النقابة الأساسية. ويعلم أن ما هيش هذه جهة صفاقس، وما هي جهة صفاقس اللي تسلم الحق النقابي، وما هي جهة صفاقس اللي تتهاون في الدفاع عن النقابيين، وما هي جهة صفاقس اللي ضعيفة إلى درجة وأنه يملى عليها أي عرف معناها مثل هذه المواقف. إذا حاولنا وتدخل الأخ الأمين العام عديد المناسبات، ولكن كان توجهه دائما في إطار معناها الطرد بكل المغريات التي قدمها. خضنا عديد الإضرابات، ناور كثيرا فيها، ولم تحضر إدارته الجلسات الصلحية. لكن ما نستغربه في الفترة هذه هو أنه السيد وزير الشؤون الاجتماعية وكأنه انخرط في هذا المسار، كأنه يقلقه أن نتصدى لما يقوم به معنا صاحب المؤسسة هذه، وحتى أنكر علينا وعلى الاتحاد الإضرابات التضامنية، وهو يعرف أن فقه القضاء وأن القانون يسمح لنا
والقانون واضح في المجالات هذه، وعليه أن وكان له سيد وزير الشؤون الاجتماعية في فترة سابقة لما كان إطارا في وزارته الاجتماعية كان لنا معه صراع في هذا المجال، وفرضنا قناعتنا، والقانون كان معنا في أنه الاتحاد له الحق في أنه يقوم بالإضرابات التضامنية، والإضرابات التضامنية هي قانونية وشرعية، شرعية بالطبيعة في المطالب الوجيهة نتاعها، وقانونيا حتى أن نقوم بالإجراءات القانونية فيها. المعمل نحن في إضراب، نحن في إضراب، معمل كل في إضراب 15 هذا الأسبوع الثاني 15 يوما 15 يوم. فاللي استغربنا له أنه وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت أن تنعقد جلسة صلحية عندما أصدرنا برقيات التضامن، وحتى مرتفق الجهوي للشغل يقولوا أنه سامحني عنده تعليمات، حتى أنه مرتفق الجهوي للشغل يقولوا أنه عنده تعليمات من وزارة الشؤون الاجتماعية أنه لا يدعو المؤسسات هذه ولا يدعو الاتحاد لعقد جلسة صلحية في إطار التضامن اللي قاعد في إطار برقيات الإضراب اللي موجودة. إلى حد الآن احنا باب الحوار مسدود من طرف واحد هو الإدارة والسلطة الجهوية، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية وصفاقس. كما ترى أن الإطارات النقابية وأعضاء الهيئة الإدارية كلهم موجودين لهنا، وهناك عديد القطاعات اللي هي طلبت منا اليوم أنها تدخل في هذا المد التضامني، إلا أن احنا قلنا لها نتربصوا مع عساه أن يحصل، وقد نجد من يسمع ومن يستجيب إلى الحوار المسؤول.